بتزيد في الوزن رغم ان اكلك زي ما هو، ممكن يكون السبب الدواء بتاخده وانت مش واخد بالك. في ادويه ممكن تاثر على وزنك سواء بالزياده او النقصان، وناس كتير مش بتربط بين التغيير في الوزن والدواء اللي بياخدوه. يعني مثلا عندك ادويه بتزود الوزن زي الكورتيزون اللي هو البريدنيزولون او بريدو او اي حاجه بتتبع الكورتيزون عامه، بتزود الشهيه وبتحبس شويه السوائل في الجسم. في عندك مثلا بعض ادويه الاكتئاب زي الميرتازابين اللي هو الريميرون وبدايله، تقلل الحرق وتزود الرغبه في الاكل. وعندك بقى امثله الادويه ممكن تنقص الوزن زي الميتفورمين اللي هو المنظم السكر، اللي هو جلوكوفاج جلوكوفير اي حاجه جلوكوكير اي حاجه منظم سكر، بتقلل الشهيه وبيستخدم احيانا في تكيس المبايض. عندك ادويه الغده زي الايثيروكس والالتروكسين، لما بتتاخد بجرعات زياده ومدة طويله جدا ممكن برضه تسبب نقص في الوزن. ده مش معناه انك توقف الدواء، لكن لو لاحظت تغيير في وزنك لازم تسال الدكتور او الصيدلي هل الدواء ليه علاقه ولا لا، بحيث ما تقلقش وما يحصلش مشاكل وتفتكر ان ده مرض وهو في الاخر عرض جانبي من الدواء ممكن تتاقلم عليه. واخيرا الله يديم عليكم الصحه والعافيه، ولو استفدت من معلومه ما تنسانيش من لايك ومتابعه، والسلام عليكم.